بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، في المسجد الجامع نجتمع وكلنا متباينين في مستوياتنا، فمنا الغني ومنا الفقير ومنا الطبيب ومنا العامل. المسجد كتشكل فيه وكتجلى فيه هذه الوحدة. قبلتنا واحدة، نتعلم نتوجه إلى الله عز وجل. الإمام جعل ليؤتم به، فنتبعه في تكبيره وفي سجوده وفي ركوعه. الصفوف في المسجد متراصة. هذا المنظر في المسجد كيشكل وحدة هذه الأمة هذا. ولكن لا بد يا إخوة الكرام أن نراعي بعض الأمور اللي هي تتعلق بالمساجد. فمن الأشياء التي نذكر بها في هذا المقام ما يلي: أولا، تجديد النية عند الخروج إلى المسجد. فأنت أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة لم تخرج إلا تلبية لنداء الحق: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني النية التي أتيتم بها، جئتم لتؤدوا هذه الشعيرة. ما رغمكمش شي واحد أنكم تجيوا لبيوت الله، أتيتم طائعين، جيتوا بواحد النية أنكم تحضروا هذا اللقاء الأسبوعي وهذا التواصل، لكي هذه الجمعة راه عندها واحد الدور كبير في الإصلاح وفي التغيير وفي تقوية الإيمان، وفيها أجر عظيم عند الله عز وجل. ولهذا نجدد نوايانا: إذا خرجت إلى بيت الله أقبل على الله، وعلى قدر إقبالك على الله يقبل الله عز وجل عليك. فقد خرجت لنيل الفلاح ورضا الله تعالى لا غير. وعندما تلبي النداء حي على الصلاة يأتي بعده الفلاح. لا يمكن أن تفلح إلا إذا كنت محافظا على الصلاة، داخل الصلاة: والذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذا نتعلم ونجدد النية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثانيا، الاقتصار على ذكر الله. المساجد هي بيوت، بيت الله يذكر فيه اسمه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن بعض الأخطاء يرتكبها المصلون: كيدخل المسجد وكيبقى يتحدث مع صديقه، جلس معاه، تكلم هنا وتكلم هنا، ويتكلموا في أمور الدنيا. ربما بعض الأحيان كتلقاهم كيتكلموا في شخص، يغتابون داخل المسجد، وكتكون الغيبة وكتكون النميمة. لا ينبغي. إذا جيتي بيت الله جي اذكر الله سبحانه وتعالى، اقتصر على ذكر الله وعلى التسبيح وعلى مجالسة أهل العلم، وصلي النافلة تقربك من الله عز وجل دون غيرها من أمور الدنيا والكلام الشخصي. هذا هو من الآداب ديال المسجد. نجيو بيت الله تعالى نذكروا الله، ندعيوا الله عز وجل. ثالثا، الحرص على تحصيل المحبة لجميع المسلمين داخل بيوت الله. وهذا لا يتم إلا إذا كان إيماننا قوي. وإذا أحببت لأخي ما أحبه لنفسه. من المؤسف أنك تجد في صف واحد وكتلقى جوج الأخوين يحملون الضغينة والحقد والحسد والقطيعة. كاينين، كنتكلموا هنا، راه كاين الناس الآن دابا نيت في المسجد هنا كاين واحد ما يتكلمش مع واحد، وجاي كيصلي هو معاه في الجمعة، وربما في صف واحد جالس حداه وما يتكلم معاه ما والو. فين هي الوحدة؟ فين هي المحبة؟ هل هذا الصنيع يرضاه الله؟ لا يرضاه الله عز وجل. ولا يحل، حرام 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 أن تكون القطيعة بين المسلمين. لا يحل لمسلم
أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان كيتلاقاو عينه في عينه، فيعرض هذا ويعرض هذا، ما يبغيش يمشي عنده، ما يبغيش يتكلم معه، ما بينهم والو. وخيرهما، شكون هو خيرهما؟ الذي يبدأ بالسلام. يمشي عنده يقول لي سامحني يا أخي، أنت أخي، عفى الله عما سلف. هذه كتحتاجش واحد قوة إيمان وإرادة، وتورك على النفس ديالك الخبيثة. نفسك عصيها وقول لا، أنا غادي نمشي للأخ ديالي ونتسامح معه. أنا أحذركم اللي عنده شي قطيعة مع الأخ ديالو، أن العمل اللي كيدير، قرأ القرآن، صام، دار النوافل، الأعمال كلها، لا ترفع أعماله، كتبقى في الأرض ما كتطلعش، ما كيشوفهاش، ما كيزكيهاش الله عز وجل وما يقبلهاش. في الحديث ديال تعرض الأعمال على الله كل يوم الخميس، الأعمال ديال الأسبوع، وكيغفر الله عز وجل لكل عبد، كل عبد تعرضت الأعمال ديالو على الله كيغفر ليه، إلا 2 الناس، إلا مشرك كيشرك مع الله، هذا ما كيغفرش ليه الله، ومشاحن اللي بينه وبين الأخ ديالو قطيعة. اش كيقول الله الملائكة؟ أنظرها، خلي هذوك حتى يتصالحوا، عاد نشوف الأعمال ديالهم. أتحب أخي الكريم أن لا يرفع عملك؟ لا صلاتك، لا صدقتك، خدام، والعمل ديالك ما كيتعرضش على الله. ولهذا بادروا بالصلح فيما بينكم والصلح خير. إذا نحرصوا يا إخوان الكرام، نحصلوا على المحبة لجميع المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك إلا كنت كتحب شي واحد ما تكتمش الحب ديالك ليه، لا تكتمه، بل عبر له عن هذه المحبة. تلقى معاه وشوف وجهه وتبسم ليه في وجهه وقول لي يا أخي إني أحبك في الله. بعد الجمعة إن شاء الله، بعد الصلاة، كل واحد يلتفت لي حداه يقول لي إني أحبك في الله، أنا أناشدكم. فيها واحد السر قوي، ملي كتعلن الحب ديالك الأخ ديالك، شكون اللي كيحبك؟ الله. وجبت محبتي للمتحابين فيه. إذا نحرصوا يا إخوان الكرام باش نحصلوا هذه المحبة داخل بيوت الله. فلا يدخل المسلم إلى المسجد وهو يضمر الحسد والضغين لأخيه المسلم، وقد يقف بجواره وهو كاره له. فأي صلاة يصليها هذا الذي قلبه على هذه الحال؟ ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في تسوية الصفوف: سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. رابعا، اجتناب كل ما من شأنه أن يخل بحرمة بيوت الله، كالروائح الكريهة، يدخل الإنسان وكل التومة ولا البصلة ولا ضرب شي قاروات وداخل الجامع كيأذي المسلمين ويؤذي الملائكة. اجتنبوا كل ما فيه إداية للمسلمين داخل بيوت الله. كذلك من الأشياء اللي خصنا نجتنبوا ارتفاع الأصوات فيها، ما نتخاصموش، لا ترفع الأصوات في بيوت الله. وهناك آفة ابتلينا بها ودخلناها البيوت الله، راقصة داخل المسجد. واش ترضوا شي راقصة داخل الجامع؟ لعلكم تستغربون، كيف راقصة داخل الجامع؟ نعم، بالجوالات، بالرنانات، بالنغمات اللي كنديروا في الجوال ديالنا وكتنساه. ملي كتدخل الجامع ما كتقطعش الصلة ديالك، كتخليه خدام ويصوني عليك شي واحد، وكتكون داير واحد النغمة ديال شي شيخة ولا شي حاجة شعبية. واحد المرة والله العظيم فتنا في المسجد صلاة المغرب، يا الله الإمام كيكبر، واحد صون عليه البورطابل ديالو وبالصوت مرتفع ديرو على الجهل. اش داير في البورطابل ديالو؟ داير نانسي عجرم كتغني. ديك الصلاة كلها ما قطعوا ما والو. إذا جنبوا بيوت الله عز وجل هذه الآفات التي ابتلينا بها. فللبيوت حرمتها وقدسيتها. وأخيرا، المحافظة على نظافة البيوت الله، فهي بيوت الله وتحضرها الملائكة. فهل يجرأ أحد على أن يرى بيته متسخا أو غير مرتب؟ تبغي البيت ديالك يكون مسخ؟